المعلقه بقى ايه؟ انا بعمل دايما القهوه وبتطلع مني صيصه. طب ليه طيب؟ بص يا صاحبي، معلقتين من البن بتوعك، ممكن لو انت بتحبها تقيله تاخد معلقتين وتنتوفه صغنونه كده. التلج بتاعك 3 قطع تلج بتوعك. قهوه يعني تلج، قهوه يعني ميكس بين التلج والميه والبن، علشان في الاخر يستوي البن كويس وتقدر تاخد منها الخواص اللي انت بتعمل قهوه اساسا عشانها، ان البن والميه متمكسين كويس، فبالتالي هيطلع لك فنجان قهوه كويس. بعد ما بترج تمام هتنزلها على النار، تنزلها على النار واقول لك ايه التركيه اللي ممكن تخليك تعمل وش كويس للقهوه. السيكه عليها، واول ما التلج بيبدا يسيح بتديلها تقليبه كده. شايف الرغوات دي احنا مش عايزينها، هنشيلها. وسيكه بقى، واول ما تيجي تطلع هوريها لك. بص بقى، اول ما الفسافيس بتاعتنا اللذيذه دي بدات تنزل ممكن نديلها رجه خفيفه جدا كده، وهنبدا ننزل القهوه بميل. ليه اللي بننزل القهوه بميل؟ عشان نعمل تثبيت للوش والقوام. نزلنا القهوه بميل، تعالى كده، تعالى لي. بص، ممكن اديك اوبشن تاني، وش القهوه ممكن يعلى لحد فوق دي ربع سنتي، نص سنتي، اكتر من ده. فده لو انت عايز الشكل اللي موجود فوق قدامك ده، فصدقني انت هتضطر تلجأ للحاجات دي. مفيش قهوة طبيعية بتطلع وش اكتر من 2 او 2.5 3 4 سنتي، ده لو انت ما سويتهاش اصلا. يعني طالما القهوة مستوية كويس مستحيل تطلع وش قدامك اكتر من ده، بس ممكن تطلع لك قوام بالستايل ده. فبالتالي انت بتشرب حاجة مستوية قوي، كريمي في بقك، فبالتالي انت بتهيألي مش محتاج لاكتر من ده. اما هتلجأ للمضروب، صدقني ما انصحكش لان عليه بلاوي.